ده الناس بتموت منك اهو. انتشر فيديو قالب الدنيا على السوشيال ميديا علشان اللي حصل جواه. فيديو من جوه طياره والكابتن واقف والناس واقفه بتتخانق معاه، ومحدش كان يعرف تفاصيل الموضوع في الاول لما لقينا الكابتن بيرد على الناس وبيقول لهم طيب معلش سامحوني وبنعتذر عن اي حاجه. اقبلوا اعتذاري انا يا جماعه عن اي سوء تصرف حصل. فطبعا كلنا قلنا انه في حاجه حصلت كبيره جدا خلت الناس تتنرفز للدرجه دي وتخليها تقف قدام الطيار وتتكلم معاه بالمنظر ده. بس اللي لفت نظري في الموضوع في المشهد ده ان الناس كلها كانت واقفه قدام الطيار، وناس بتستخدم تليفوناتها وناس رايحه جايه، فمعنى كده ان الطياره كانت لسه واقفه في المطار وما كانتش اتحركت. وفعلا كان هو ده الحقيقي، ان واحد في وسط الناس كان بيقول للطيار ما هو ازاي انا واثق فيكم واحنا لسه ما طلعناش، احنا مش واثقين فيكم. بدات الاراء تنتشر على السوشيال ميديا وتقول ان دي شركه مصر للطيران، بس ما كانش في اي علامه مميزه ان دي مصر للطيران. وفي بعض القنوات نزلت وقالت مشكله حصلت مع مصر للطيران، بس برضه ما فيش اي دليل ان الطياره دي لشركه مصر للطيران. وفي واحد بعدها بعصبيه اكتر وبيكلم الطيار والناس ماسكاه